السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده هنعمل مع بعض الرز المعمر الفلاحي بتاعنا بتاع زمان بمكونات سهلة وبسيطة. الرز هيكون مفلفل زي ما انتوا شايفينه كده. ما بحبش ان احنا نكتر فيه اللبن علشان يكون في فرق بينه وبين الرز بلبن. الوش بتاعه زي ما انتوا شايفين كده بيبقى عليه القشطة والزبدة. بيبقى طعمه جميل جدا بالمكونات البسيطة اللي قدامكم دي. هم 4 مكونات بس، مش محتاجة أكتر من كده. معايا هنا معلقتين من الرز مغسولين كويس جدا جدا، مش منقوع، مغسول بس ومصفياه وسايباه كده على حسب طبعا الكمية. معايا هنا معلقتين من القشطة، حابة تزودي زودي. معايا من كوبايتين ل3 كوبايات من اللبن. ومعايا هنا حوالي مثلا 100 جرام من الزبدة. طبعا المقادير على حسب الكمية، حابة تزودي أكتر بتزودي طبعا الكميات. وبحتاج معلقة من الملح ومعلقة من السكر بس كده. معايا هنا الطاجن اللي هحط فيه الرز المعمر بتاعي. ببدأ ان انا بضيف الرز الاول. ممكن ادهن الطاجن زبدة او سمنة، وممكن احط كده على طول، بس انا يعني هحط كله خليط وهقلب، فمش محتاجة ان انا ادهنه بسمنة ولا زبدة ولا اي حاجة. بحط الرز الاول كده، وبعدين بحط بقية المكونات عليه. هحط دلوقتي معلقة السكر ومعلقة الملح. معلقة الملح بتبقى أقل من معلقة السكر، وممكن تزودي سكر على حسب الرغبة. بس أنا هنا هقدمه في الآخر مع سكر بودر، فشايفة إن أنا مش لازم أكتر السكر فيه قوي، يعني عشان لو حبيت يعني أكله مسكر أكله مسكر، حبيت أكله من غير سكر شوية مفيش مشكلة. هحط هنا معايا نص كمية القشطة، يعني حوالي مثلا معلقة كبيرة من القشطة، وأسيب الباقي في الآخر. الباقي ده يتحط على الوش عشان يدينا الوش زي ما انتوا شايفينه كده. حابة تخليها دسمة أكتر وتحطي قشطة أكتر مفيش مشكلة، دي حاجة بترجع لكم. حابين تخلوها سايحة أكتر الرز، بتزودوا عليه لبن. بنقلب كده القشطة مع الرز، تمام. نتأكد إن احنا قلبناه، وبعدين بقى بننزل بالزبدة. هنقلبه كده، وبرده الزبدة نفس الكلام، هننزل بنص المقدار بس، مش هننزل بالمقدار كله، نص المقدار بس اللي هننزل بيه. وهنقلب لحد ما الرز بياخد لون الزبدة كده وبيشرب الزبدة، وبعدين هنسقيه باللبن على حسب بقى ما ياخد وعلى حسب ما يحتاج. اللبن يكون كافي ان هو يسوي الرز فقط. هنزود بقية الكمية، تمام، وهنقلبه كده. هنحط بقى اللبن بالتدريج. حابين في الاخر بعد ما تتحط خلاص وتخلص وتدخل الفرن والرز يستوي معانا خالص، حابين تحطوا معلقة زبدة فوق الوش، تمام. مش حابين خلاص. انا هنا حطيت كوباية اللبن، وهحط كوباية تانية كمان من اللبن، وهقلبه. وبعدين هحط القشطة فوق الوش، وأول ما بخلص بشغل الفرن. الفرن ما ينفعش يكون شغال من قبلها، الفرن يشتغل بعد ما بتخلصي على طول علشان ما تتحرقش منك. يعني تدخلوها الفرن والفرن ما يكونش لسه سخن، تمام. مش كل حاجة ينفع ان احنا نشغل الفرن ونسيبه يسخن على ما ندخلها، لا. في الوصفة دي لازم تدخلي الطاجن وهي لسه مولعة الفرن كده. خلاص تمام. هحط بقى القشطة الموجودة فوق الوش، وهشغل الفرن واحطها. ما تسمعوش بقى كلام الناس اللي بتقول لكم بتقعد في الفرن 10 دقايق والكلام ده. عايزه اقول لكم ان انا الفرن عندي عالي والنار بتاعته عاليه، وقعد حوالي من 40 ل45 دقيقه، يعني مش اقل من 40 دقيقه خالص كده. انا حطيت القشطه في الوش. حابين تزودوا عن كده زودوا، حابين تحطوا زبده حطوا زبده، سمنه حطوا سمنه. بس هو يعني كمية الرز كانت قليلة، فأنا شايفة إن الزبدة كده كفاية عليه. عايز تعمليها في طاجن كبير طبعا بتضاعفي الكمية، مفيش أي مشكلة. كمية اللبن وكمية السكر وكمية الملح وكمية الزبدة والقشطة وكل حاجة. هحط الطاجن ده بقى في الفرن، ولما يطلع هوريهولكم.
ده كده كان شكل الطاجن بعد ما طلع من الفرن زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين لسه طالع وبيطلع السخونية منه والدخان عامل ازاي، والرز مفلفل زي ما انتوا شايفين كده. طبعا عايزين تخلوه الوش بتاعه اكتر من كده، مش هتملوه كله رز، وهتزودوا بقى السمنة واللبن فوق. بس انا بحب يكون في فرق ما بينه وما بين الرز بلبن. فشايفه ان الطريقه دي بصراحه جميله جدا، انا بحب اكله كده. بقدم معاه بقى هنا كده سكر بودره، بحطه جنب الطاجن كده وباكله معاه، بيبقى طعمه جميل جدا. هندوق طعمه كده هنلاقيه طعمه بجد تحفه يعني. السكر لما بيتحط على الرز المعمر بيبقى طعمه جميل جدا. ممكن تاكليه بقى مع حمام، تاكليه مع لحمه، يتاكل مع كذا حاجه، ويتاكل مسكر، يتاكل بكذا طريقه. بجد جربوا الرز المعمر هيعجبكم جدا لو انت مجربتوش قبل كده، وسهل جدا جدا، ومكونات سهله وموجوده في اي بيت. وكمان وصفه تنفع لرمضان وتحليه جميله جدا لو انت جايلك اي ضيوف او اي حاجه يعني. بصراحه ينفع يتقدم في اي وقت. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد.